معاك واسرح وغندب، وتخيل الموقف ذاك اللي يعذب. تخيل حسين محاوطين آلاف والما يطعن بجسمه بهلا يسلب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في طريق الحسين. انتظرونا، راح نلتقي بخدمة الإمام الحسين وبأصحاب الهيئات وأصحاب المواكب. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام ونلتقي بخادم الإمام الحسين رئيس موكب شباب الحسين عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء عرفنا عن نفسك. محمد حازم كمونال دانا الجبوري. بالنسبة لموكب شباب الحسين، العصر يعني موكب خدم زين، وبالليل عزاء مشر، وبدينا يعني قبل شهرين نحضر موكبنا زين، وتدريبات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والهيئة الحسينية، حالنا حال أي محافظة وأي قضاء. أهلا وسهلا، شرفتونا. الله يعزك. حمودي، شنو أجواء مدينتك بمحرم الحرام؟ يعني شلون تشوفها؟ شنو السلبيات وشنو الايجابيات؟ اكيد يعني الايجابيات اكثر. والله بالنسبه للمواكب اهم شيء يعني يكون يجي بنيه صافيه. صحيح. زين، والحسين يوفقك، وما شيء ما يسهل، اي شيء للحسين يسهل من الله. صحيح. الله يوفقك ويوفق الجميع ان شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمه الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الامام الحسين عليه السلام، ونلتقي باحد خدمه الامام الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا عن نفسك بالبدايه. انا علي الجبوري. انا بس عندي استنكار واحد، واقولين اللي ما يستنكر هذا الفعيل من دوله السويد لا يمشي له حسين مشي. بارك الله بك. اي والله لا يمشي له حسين مشي. اي والله. بس هاي اللي ينسحق هذا العلم، اللي رضوا ينحرق القرآن الكريم قدامهم وما دافعوا عنه يستحقون الدوس. لا يصلي بعد ولا يمشي له حسين مشي، لا يطلب. بارك الله بك. بارك الله بك. القراءة كتاب سماوي. بارك الله بك ورحم الله والديك. رحم الله والديك بعد روحك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى نلتقي بخادم آخر من خدمة الإمام الحسين عليه السلام. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام ونلتقي بخدام الإمام الحسين هيئة المواكب الحسينية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجليل. الله يسلمك. أول شيء عرفنا عن حضرتك. أسد عقيل حيدر نغماش. نشرف بك أسد. أسد، شنو هاي الفكرة اللي طلعتوا بيها واليوم نشوفكم بالولاية تنظفون وتنظمون المواكب وإعلام؟ الحمد لله والشكر، احنا مجموعة من شباب يعني قررنا نخدم الحسين بهذه الطريقة. بارك الله بكم. بس يعني اليوم شغلكم مبين شغل حلو، تنظمون المواكب، تنظفون الشوارع، هاي الفكرة ماكو قبلكم ناس يعني اشتغلوا بيها؟ طبعا هاي من الحسين، الحسين هدانا، الله شاهد. الناس شلون تعاملهم وياكم المواكب؟ ما من الله، كلها واكو ويانا، كلها ويانا. تقريبا انتم كم نفر هسه بهاي يعني الهيئة؟ أكثر من 50 نفر. بارك الله. هسه عندنا الفلكة مال هاي الفلكة والفلكة اللي من حزب الدعوة أكثر من 40 واحد برا، واحنا الموجودين. الحسين يوفقكم. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى نلتقي بخادم آخر من خدمة الإمام الحسين. يعني وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الإمام الحسين عليه السلام، ونلتقي برئيس جمعية الشعراء الشعبيين السيد حسين العذار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، وحياكم الله وعظم الله أجوركم في هذه الأيام الخالدة ذكرى استشهاد أبي عبد الله الإمام الحسين. الله يسلمك. رحم الله والديك. سيدنا أريد تحكي لي عن الكتابة الحسينية بهاي الفترة، كونك رئيس جمعية وشوف الشعراء دائما. أولا هذه الذكرى المباركة والذكرى الأليمة في نفس الوقت هي ذكرى الشهادة وذكرى الثورة، تتطلب جهود حثيثة من شعراء النجف لإظهار الثورة الحسينية بأبهى صورها. هذه الثورة التي جسدت الحق ضد الباطل وجسدت معاني الثورية والتضحية بالدماء، وكيف ينتصر السيف، كيف ينتصر على السيف الدم. فبدماء الحسين انتصر الدم على السيف، وقدم كل أهل بيته قربانا للقرآن، قربانا للدين الإسلامي.
هذا القرآن الذي نرى اليوم بعض شراذم الغرب تقوم بحرقه لإهانة المسلمين، وينتفض المسلمون وأبرزهم ما قام به أبناء شعبنا العراقي من يعني السفارة السويدية. فلذلك أتمنى من كل شعرائنا ربط قضية قدسية القرآن مع ثورة الإمام الحسين والمظلومية في كتاباتهم هذه الأيام، وأتمنى من كل شعراء المناظرة أن يباشروا من يوم غد إن شاء الله أن يعقدوا المنصة مع الأخ راضي ويقدموا الصورة الجميلة، خاصة الآن أغلب شبابنا مثل ما تشوفون الآن في هذه الأجواء الحارة. واليوم أيضا شاهدت موكب الشهداء اللي هم قدموا أرواحهم لكي نقف الآن هذه الوقفة. فليس كثيرا على شعرائنا يا أبو محمد أنه يوقفون ساعة ساعتين خلف المنصة ويقدمون شعرهم لثورة الإمام الحسين. حياكم الله سيدنا، نريد نسمع من عندك شيء بسيط للمشاهد. والله أنتم فاجأتوني، بس أنا عندي مشروع قصيدة. أي والله. على يوم غد، لأنه يوم غد ذكرى استشهاد مسلم بن عقيل عليه السلام، وعندنا احتفالية في ثبت هنا أسطورة زمن بيها الخلود. هنا أسطورة زمن بيها الخلود، هنا كانت ملحمة، هنا تاريخ انكتب بحرف النور، هنا عالسيف انتصر ذاك الدمى. انظر لخلفك وعاين للوجود، وين ذا قصر الأمارة وين ذيك العظمة، وانظر البيت علينا هذا أبو حسين وشوف نورا يصعد الأعلى السماء، وين دار الابن مرجان الصفت تحت الصعيد تحت أنقاض الأراضي المظلمة. هنا مسلم قاس أبعاد الزمن واطلق السيف، مو أنشتاين القاس العولمة. قصيدة إن شاء الله. ربي يحفظك. الله يسلمك رحمه الله والديك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل إلى خادم آخر من خدمة الإمام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الإمام الحسين عليه السلام، ونلتقي بأحد خدام الإمام الحسين السيد باسم مير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لكم الأجر والثواب بهذه الليالي العظيمة، ألا وهي ليالي محرم، ليالي آل بيت الرسول، ليالي عاشوراء المؤلمة، والحقيقة اللي نستلهم منها العبر ونستلهم من عندها المواقف والشجاعة والوفاء. احنا نسأل من الله انه ينعاد علينا هذا يعني حقيقة هذه الخدمة اللي نتمنى ان تكون يعني من القلب، لانه بالتالي يقول عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الموضوع يعني موضوع قلب، ما قال العقل ولا قال العين ولا قال غير شيء. الله يسلمك سيدنا. سيدنا اريد تحكي لي عن العبره والعبره. احنا نشوف هسه اغلب ناسنا يمشون بس بالعبره، نبكي على الامام الحسين، نلطم على الامام الحسين، صحيح، بس نريد نعرف العبره والعبره. بالنسبه لموضوع العبره والعبره، حقيقه الامام الحسين يعني ما خلى بعد علينا مجال، لازم احنا نستلهم. العبر اهم من العبره. العبر المفروض احنا يعني ننظر لواقعنا. الحسين ليش طلع؟ الحسين طلع من اجل يعني محاربه الظلم، من اجل الاصلاح، من يعني موضوع الدين كان في ذلك الوقت موضوع نهائيا ما يعمل به الدين. فاحنا المفروض نستلهم هذه العبر. الامام الحسين يريد من عندنا انه ننظر لواقعنا. الامام الحسين ينظر يعني يريد من عندنا انه نتحرك خطوه للامام. المفروض احنا نكون ممهدين للامام المهدي سلام الله عليه. المفروض احنا نكون يعني على قدر المسؤوليه. سلام الله على الامام الحسين. يعني ما يصير احنا بس نبكي، لا، المفروض نتقدم. ما يصير بس نمشي، البكاء مطلوب، ما كل مشكله من عنده، بس احنا المفروض نتقدم. يعني المفروض هذه موضوع الشعائر ننزهها حقيقه، ونبتعد عن اللي يجينا منا ومنا من دول الجوار. المفروض نلتزم بالتراث الاصيل. هذه امور مهمه. احنا اذا ردنا من هذا الجيل لازم نستلهم العبر من الامام الحسين سلام الله عليه. سيدنا اريد تحكي لي عن المناظره، شلون استقبلت محرم هاي السنه؟ بالمناسبه يعني شبابنا احنا ما شاء الله كل سنه يعني حقيقه يعدون العده لهذا الموضوع، دوم ينتظرون محرم، لانه اعتقد هم يقولون احنا نلقى ارواحنا محرم، وحقيقه هذا المفروض نستثمره. يعني انا اللي اعرفه انه المناظره على طيله ايام السنه حسينيه. بالفعل احنا ما شاء الله عندنا يعني بعض المواكب يعني ماخذ على عاتقها كل جمعه مجالس،
وشباب حقيقه ملتزمين ومرتبين، بس نطمح للافضل يعني حقيقه. نريد انه من الشباب انه ينزهون شعائر الحسين. نريد التراث. ايوه بالله حقيقه نبقى على التراث، لانه هذا الشيء مهم على مود احنا وقت هذا مستقطع بعدين نسلم لغيرنا. صحيح. الله يوديك سيدنا. رحم الله والديك. الله يجوركم. وجعلك الحسين من خدامه ويسجلك حبيبي ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. رحم الله والديك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمة الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين عليه السلام، ونلتقي بخادم من خدام الامام الحسين، خادم موكب حاضر الشدات السيد احمد مير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذ شاكر. الله يسلمك. رحم الله والديك. سيدنا اليوم موكب حاضر الشدات اسم صار بجميع المحافظات وفي خدمة الإمام الحسين، أريد تحكي لي عن هذا الموكب شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. موكب حاضر الشدات بفضل الإمام الحسين وفضل الخدام المخلصين والنية الصادقة، إن شاء الله اسمه يظل عالي إن شاء الله، وإن شاء الله مستمر ببركة كبارنا اللي هم قيصر وسيد باسي وآياد حوني، وعندنا هواي داعمين للموكب، وإن شاء الله الشباب كلهم ما يقصرون، وإحنا كلنا يد وحدة لخدمة سيد الشهداء. وإن شاء الله موكب حاضر الشدات وجميع المواكب هي كلهن موكب واحد، وإن شاء الله كلهن صبن وين؟ في خدمة الحسين، وإن شاء الله كل احنا خدام الخدام الحسين. واريد الله يوفقنا ويخلينا نستمر بهذا الطريق، وإن شاء الله أبا عبد الله الحسين ما ينسى خدامه يوم المحشر. ونشكركم على هاي المبادرة ورحم الله والديكم، ونشكر جميع خدام الحسين. الله يسلمك سيدنا. رحم الله والديك. اريد تحكي لي شوية عن ولايتك المناظرة، شلون استقبلت محرم؟ احنا الحمد لله والشكر قضاء المناظرة يستقبل محرم كل سنة يزود عن السنة اللي فاتت. صحيح. يستقبل المحرم بلافدات جدد، بمواكب جدد، بتكيات جدد، بعزوات تنزل جدد. صحيح. احنا نخدم جميع اي موكب يجي للولاية احنا نستقبله. صحيح. ما عنده صوت الجماعة عندنا ما يقصرون، عندنا قسم صوت هو اللي يمشي، اللي عنده راية اللي ما عنده راية، اي موكب شنو اللي معاوزه احنا هنا بالولاية. اي واحد يجي هنا كل الهلبي مواكب، كلها المواكب الحسين، واحنا خدام الحسين. وان شاء الله السنة تجي يزودن المواكب ويزودن ان شاء الله بعد وبعد ان شاء الله، والله يحفظنا لخدمة الحسين. الله يحفظ موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. رحم الله والديك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى نلتقي بخادم اخر من خدمة الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين عليه السلام، ونلتقي بأحد خدمة الإمام الحسين البرعم الحسيني والرادود كرار المياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرادود كرار المياحي في خدمة الإمام الحسين، فيقبل الإمام الحسين وأنا هوايتي أتعلم القراءة وعشقت المرتضى حرب. عاشت ايدك. الله يسلمك. كروري هم شاركت بمسابقة؟ شاركت بمسابقة في موكب عبد الله الرضيع وفي موكب أحباب عبد الله الرضيع. حصلت يا مركز؟ لا الأول. بارك الله بيك. شنو الدافع اللي جابك لخدمة الإمام الحسين عليه السلام؟ أول شيء هي خدمة لأبا عبد الله، وإن شاء الله يقبلني الإمام الحسين. بارك الله بك كروري. أريدك تسمعني شيء. متحضر؟ نعم. بارك الله بك. خدمتك عافية يا حسين، صارت هي عافيتي يا رافع راسي بين الناس. الله. خدمتك كبرت صيتي. الله. نعيمة خدمتك يا حسين، والله يديم هالنعمة نيته صافية وياك راح توافق لي الخدمة. عاشت ايدك. الله يسلمك ورحم الله والديك. بارك الله بيك وجعلك الحسين من خدامه، يسجلك حبيبي ان شاء الله. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى نلتقي بخادم اخر من خدمة الامام الحسين عليه السلام. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين عليه السلام، ونلتقي باحد رواديدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اول شيء عرفنا عن نفسك. خادم اسعد العياشي من محافظة النجف الاشرف قضاء المناظرة. نتشرف بك سعودي. سعودي شنو جابك لخدمة الامام الحسين عليه السلام؟ والله العظيم انا اول ما بديت بداية مسيرتي الحسينية انا كنت صغير يعني.
كان والدي مثلا يفترض لنا بالمجالس وهاي، فتعرفت من طريق المشايخ. يعني تربات المجالس من الطفوله؟ من تربات المجالس من الطفوله. الله على هيش تربيه. بعد روح والدي توفى قبل. الله يرحمه. الله يسلمك. وصاني وصيه، قال بابا دير بالك على الزهره، دير بالك على مجالس الحسين. انا موصيني قبل يعني بدون ما يوصيني انا ان شاء الله ملتزم ويا هاي اخوتي ويا خدمه الحسين ان شاء الله. موفق انت سعودي. الله يسلمك بعد روحي. سعودي. انا عندي قصيده ان شاء الله للي يحجون على الشور. سمعني. انزع وقارك ثم ناقش هذا الحسين. الله. منين رايد نبتدي لك وانتهي بيا السالفه، تختلف وياي اكيد حسين يعني يتخالف. الله الله. تختلف وياي اكيد حسين يعني يتخالف. من تقول لي منين جبتوا هالشعيره بالعزاء، راح اقول لك كل شعدنا من مدارس كربلاء، راح اقول لك كل شعدنا من مدارس كربلاء. احنا وادم ملتهيني شلون يخدم للحسين، وانت تنظر عايش وين توصل مدري وين، وين توصل مدري وين. لو رديت تملك شعور مجلس يسمونه شور، لو رديت تملك شعور مجلس يسمونه شور. ادخلي وشكك يا روح هذا الحسين، هذا الحسين. ويا محلل ويداعي بهالمسيه، يا محلل يا محلل ويداعي بهالمسيه. بين الفاطمي والفاطمية وانا خادم لكم. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا لك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى نلتقي بخادم اخر من خدمة الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام ونلتقي بخادم الامام الحسين سيد حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوكم اغاتي واهلا وسهلا ومرحبا بكم في قضاء ابو سخير، قضاء الله يسلمك. قضاء الحوب الحسيني القديم والجديد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. كذب الموت فالحسين مخلدا، كلما مر الزمان عليه يتجدد. فأرواحنا لك الفداء يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. الحسين حق، الحسين كلمة، الحسين صرخة، الحسين وعي، الحسين ثقافة في ضمائر الناس وفي قلوب الناس. نسأل الله العلي العظيم أن يعجل في ظهور الله يسلمك سيدي إمامنا صاحب العصر والزمان، ليحيى هذه القلوب ويحيى هذه الضمائر ويكمل هذه الشعيرة إن شاء الله بإحياء دولته الميمونة. فأسأل الله العلي العظيم أن يحفظ الشعب العراقي من كل مكروه وكل سوء. الله يسلمك. محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يسلمك سيدنا. الله يحفظك. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا شلونها أجواء المناظرة باستقبال محرم؟ والله أجواء يعني مثل ما شفت، أجواء حسينية عفوية، صغار كبار، هدفهم الحسين. الحسين كلمة والحسين صرخة، الحسين اسم لكن الحسين سفينة النجاة. اللهم أسأل الله أن يجمعنا في هذه السفينة بحق محمد وآل محمد. الله يسلمك سيدي. الله يسلمك وحفظك. الله يهديك. بارك الله بيك. الله يحفظك يا تاج راسي. رحمة الله على والدك بعد روحي. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل إلى خادم آخر من خدمة الإمام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين عليه السلام، ونلتقي بخادم الإمام الحسين السيد نهاد الصالحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، موفقين إن شاء الله. الله يسلمك سيدنا، رحم الله والديك. سيدنا اريدك بالبداية تحكي لي عن العبرة والعبرة. الإمام الحسين عبرة وعبرة. نشوف أغلب المواكب عبرة، تبكي تلطم. احكي لنا عن العبرة والعبرة وش توصي الناس بهذا الشيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. نعزي صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والعالم الإسلامي وكافة شيعة أمير المؤمنين وجميع علمائنا الأفاضل، والمتمثلة بالمرجعية الرشيدة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني الحسيني دام الله ظله الوارث. كما تشاهدون ونحن الآن نقف في هذه المدينة الحسينية وهي مدينة أبو صخير، حيث خرجت المواكب الحسينية من خلال إقامة المجالس العزاء، من خلال إقامة المواكب ومواكب اللطم في كل وقت وفي كل مكان، وكل أرض هي كربلاء وكل يوم هو عاشوراء. ونحن الآن في هذه المدينة المقدسة وهي مدينة أمير المؤمنين، مدينة أبو صخير الحسينية، حيث نعزي جميع المسلمين وكافة العالم الإسلامي في هذه المصيبة الأليمة، حيث هذه المصيبة التي نستلهم منها هي شجاعة وبسالة الإمام الحسين وتضحيته، وهذا هو تعبير وعمل بسيط قربة لله تعالى. أستاذ زين العابدين، بارك الله بكم على قناتكم هذه المباركة إن شاء الله في التغطية الإعلامية مع المواكب الحسينية، سواء كان في مدينة في مركز المدينة أو في الأرضية والنواحي، حيث تعلمون هذه المواكب التي خرجت وهي تستلهم قوة الإمام الحسين عليه السلام في سبيل الإصلاح والنهج الحسيني الصحيح. نحن نقتدي بهذه الأعمال، ولا هذه الأعمال إن شاء الله نسأل الله إن شاء الله قبول الأعمال، قبول إن شاء الله تعالى في سبيل أنه ننشر فرحة سيد الشهداء إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. أشكركم على هذه التغطية سيدنا. الله يسلمك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل إلى خادم آخر من خدمة الإمام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام ونلتقي ببرعم حسيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا عن نفسك. أنا اسمي زيد من محافظة النجف قضاء المناظرة. نتشرف بك زيودي. زيودي، اليوم أنت تحب الإمام الحسين وجاي تخدمه، أريدك تحكي لنا عن هذا الشيء، ليش تحب الإمام الحسين؟ ليش جاي تخدمه؟ الإمام الحسين فد شيء عظيم، اسمه يرعب كل الجميع، فلازم احنا نخدمه، لأن مثل ما هو كان يحب يعني يساعد الفقراء والهات، فاحنا لازم نبقى رافعين اسمه. الله. زيود، بمدينتك شلونها أجواء محرم؟ والله كلش حلوة يعني، وخدمة وهاي ناس. بارك الله بك. انت شنو عملك بالموكب؟ عمل بالموكب يعني ساعد الناس، اوزع وياهم ماي وهاي. بارك الله بك زيودي، بارك الله بك. هاي اخلاق وتربات الحسين عليه السلام. انتظرونا مشاهدينا الكرام وننتقل الى خادم اخر من خدمة الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الامام الحسين عليه السلام، ونلتقي بخدام موكب دموع زينب الحوراء. السلام عليكم حجي. السلام اغاتي. شلون احوالك حجي؟ وسهلا ومرحبا. عرفنا عن نفسك اول مره. خالد ناظم الجنابي. شرف بك حجي. حجي، اريد تسولف لي عن اوضاع مدينتك، شلون استقبلت محرم؟ والله نستقبل محرم بالخير والبركه والرحمه، وما قصروا الشباب اللي ويانا هنا بالتبرعات، ماي ولبن وشاي وحامض وبركه من الله. الف الحمد لله. حجي انت موفق. هذا الموكب بيا سنه تاسس؟ 2008. واكيد 2008. الله يسلمك حجي، رحم الله والديك. عندك كلمه توجهها للساده المشاهدين؟ والله ما قصروا الساده المشاهدين، ورحم الله والديكم، وانتم ما قصرتوا. الله يسلمك. جزاكم الله الف بعد رحم الله والديكم. رحم الله قدام الحسين. خادم لك رحم الله والديك. رحم الله والديك. الله يسلمك. انتظرونا مشاهدينا الكرام حتى ننتقل الى خادم اخر من خدمه الامام الحسين. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج في طريق الحسين، ونلتقي باحد خدمه الامام الحسين سيد حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. الله يحفظك. الله يهديك. الله يجعلنا ويجعلكم بذكر استشهاد الامام الحسين عليه السلام. الله يسلمك سيدنا، رحمه الله والديك. طبعا السيد رادود وممثل بأكثر من سنه يمثل دور مسلم بن عقيل. سيدنا وانت تمثل هذا الدور شنو احساسك؟ هسه انت قدمتنا رادود، انا اعتبر نفسي ربع رادود مو رادود، الله العظيم. وهذا شرف من ابو عبد الله، وشرف ما بعده شرف خدمة الحسين عليه السلام. واحنا ان شاء الله ما دام بينا نفس الحسين نخدم
بكل مكان. اما بالنسبه لوقائع التمثيل ابو صخير قديما يعني هذا ما ملاحق للستينات والسبعينات يقومون هالشعار الحسينيه ويقومون بتشابيه واقعه مسلم عليه السلام واولاد مسلم ويطلعون شبيهات يوم السابع والثامن والتاسع يسوون الدائره يوم 10 محرم الدار الاليمه. واحنا ان شاء الله استلمنا هاي الرساله بالرايه من عندهم ونكملها ان شاء الله، وهي مسؤوليه شاهد الله مسؤوليه، والا احنا جابنا باب الحوادث مسلم العقيل جابنا له البيت. احنا ان شاء الله اللهم احشرنا مع رحال ال محمد، يعني وين ام عين مال ال محمد رحال ال محمد، والا ال محمد يعني لو صفت الدنيا والاخره. بس احنا لا رحم الله والديك احنا يعني شلون يرجحون ننزل الدم على اهل البيت. احنا هذا شغلنا وعملنا وتمثيلنا عباره عن مجرد ادوات تنزل الدم على الحسين، والا احنا وال محمد ما يعني كبيره كلش. نسال الله القبول، الله يتقبل عيدنا. رحم الله والديك سيدنا والله يسلمك ويجعلك الحسين من خدامك. عيد الذكر ان شاء الله كل سنه وكل عام مثل ما قال الشاعر يا عين جودي بالبكاء لا تجمدي وابكي على الحسين وابكي على سبط النبي احمدي ابديه مقتولا عليه تنحب بنات طه بالشجا وتذكر. نسال الله قبل الجميع، الله يفكر بحق الحسين محمد، الله يحفظك ويحفظك. مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بالحلقه القادمه ان شاء الله.